السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. هقدم لكم النهاردة الفصل ال14 من قصة سرداب فوريك. بس زي ما احنا متعودين في بداية كل فيديو جديد، قبل ما نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا بعرض لكم الكومنتات بتاعتكم اللي بتجاوبوا فيها على السؤال بتاع نهاية الفصل اللي فات. والسؤال كان بيقول: يا ترى بعد التغيير اللي خالد عمله وإنه قدر يوفر الوحدتين اللي كان بيدفعهم كل يوم مقابل حمايته، كده هيقدر يوفر سعر الكتاب ولا لأ؟ ودلوقتي أول كومنت معانا من NS بتقول أكيد هيوفر، والكومنت اللي بعده من ياسمين عادل بتقول حلوة جدا وممكن يوفر، وآخر كومنت معانا من أنس الديب بيقول برضو نفس الكلام أكيد هيوفر. ودلوقتي بقى نقدر نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا، بس ياريت قبل ما أبدأ ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. بدأ خالد يشتغل بقوة، وكل اللي شاغل تفكيره إنه يوفر تمن كتابه. بيعدي يوم ورا التاني، عارف إنه شغله صعب جدا، بس عارف إنه أكتر شغل بيجيب فلوس في زيكولا، وبيحاول يحفز نفسه بإنه ينافس يامن كل يوم في تكسير الصخور، ويضحك كل ما يشوف بنت بتبص على جسمه القوي اللي بيلمع تحت أشعة الشمس. فبيكمل شغله وبيسيب يامن يهزر مع البنات لحد ما يخلص شغله ويروح للمطعم ده ويتغدى، وبيبتسم لما يلاقي كتير من العمال بياكلوا فراخ وبقى هو الوحيد اللي بياكل خبز. بعدين بيرجع للبحيرة ويرمي نفسه في المية، بعدين يطلع ينام على الشط ويطلع أوراق وقلمه ويسجل الوحدات اللي جمعها وبقيله قد إيه ويجمع تمن الكتاب. وبقيله كام يوم لحد ما تيجي أسيل وتقعد جنبه شوية وقت وترجع لبيتها، وهو بيفضل سهران لحد ما بيغلبه النوم، فبينام لحد الصبح، وهكذا كل يوم لحد ما جه يوم خلص شغله واتفاجئ ببنت بتقرب منه من بعيد، ودق قلبه جامد لما لقاها شبه منى، البنت اللي حبها لسنوات طويلة قبل ما يجي زيكولا. لحد ما عدت من جنبه فلقاها مختلفة شوية عنها، واندهشت لما لقته بيبصلها بذهول كده، حتى يامن اندهش هو كمان، فسأله بهزار: هل تعجبك؟ إن كنت تريد أن تتزوجها أخبرني فقط. فضحك خالد وقال له: لا شكرا. بعدها مشي وما راحش للمطعم زي كل يوم، راح على الشط على طول، وعقله ما بيبطلش تفكير في البنت اللي شبه منى، وكأنه افتكر كل السنوات اللي عدت، وقال لنفسه: منى، يا ترى اتجوزت الدكتور ولا لأ؟ بعدين قعد على شط البحيرة قدام النار اللي ولعها، وخرج ورقة من شنطته، نصها اللي فوق كان مكتوب فيه، فكتب في الصفحة من تحت: لم تعد سوى أيام قليلة على إتمام الشهرين وأذهب وآخذ كتابي، ولكنني قد قابلت اليوم فتاة تشبه منى التي أحببتها 6 سنوات، وكانت أمنية حياتي أن أتزوجها ذات يوم لولا أبوها المجنون. بعدين سكت شوية بيفكر وكمل كتابته: لا أعلم ما سر أن أجد تلك الفتاة اليوم. هل لا أتذكر منى بعدما لم أفكر بها منذ دخول زيكولا حين انشغل عقلي بالبحث عن كتابي؟ لا أعلم. بعدين وقف كتابة وبص بعيد البحيرة وخد نفس عميق وطلعه بالراحة، وبص للورقة اللي اتملت بالكتابة ما عدا جزء صغير منها، فكتب فيه: ما أعلمه جيدا أنني لم أحب غير منى طوال عمري. وخلصت الورقة اللي كان بيكتب فيها، فطلع ورقة تانية وبص للورقة الأولانية عند آخر حاجة كتبها: لم أحب غيرها طوال عمري قبل أن آتي إلى زيكولا، حتى وجدت أسيل التي يزداد شعوري كل يوم بحبها لي، أما أنا أشعر اتجاهها وقبل ما يكمل حس بخطوات حد جاي عليه، فلقاها أسيل بتقرب منه، فضحك وخبى أوراقه بين حاجاته وقربت منه وسألته: ماذا تفعل؟ ولا حاجة، كنت أتوقع أن أجدك تتناول طعامك بالمطعم، وذهبت إلى هناك فلم أجدك، يبدو أنك توفر طعامك. فقال لها بضحك: لا، أنا مش بخل الدرجة دي، أنا فضلت أجي للبحيرة. إن البخل ليس عيبا هنا في زيكولا كما تعلم، لقد بدأ أهالي زيكولا يدخرون ثروتهم بالفعل بعدما شعروا باقتراب يوم زيكولا، إن كان مولود الحاكم ذكرا، ربما يكون بعد 3 أشهر أو أكثر بأيام قليلة، من يدري.
لولا تلك الوحدات التي وفرها الكثيرون من آخذي وحدات الحماية لما أكلوا دجاجا حتى انتهاء ذلك اليوم. أتوقع أن يكون فقير هذا العام لديه أكثر من 200 وحدة. وأنا نفسي أسيب زيكولا قبل ما أشوف الفقير بيذبح. وأنتي مش عاوزة تسيبي زيكولا؟ إن ترك زيكولا قد يكون أصعب قرار بحياتي. لا أعتقد أنني سأتخذ هذا القرار حتى يكون لدي مبرر قوي للغاية. بعدين قامت وكملت كلامها. هيا عليك أن تنام، أما أنا فسأعود إلى بيتي، لدي أيضا الكثير من العمل باكرا. فابتسم خالد وكأنه بيقلدها. مبرر قوي للغاية؟ فضحكت أسيل وقالت للغاية. مشيت أسيل وعدى الليل وجه بعد النهار، وخالد بيكمل شغله وبيتمنى الأيام تعدي بسرعة. وعدت الأيام يوم بعد يوم، وخالد بيوفر اللي يقدر عليه من الوحدات، وما بيسيبش يوم من غير ما يشتغل، وما بيصرفش من أجره غير وحدة واحدة عشان ياكل خبز، حتى إنه كان بيوفرها أحيانا، وممكن يعدي يومين من غير ما ياكل، لحد ما جه اليوم الأخير من الشهرين. وكان في شغله مع يامن ساعتها، واللي قاله بابتسامة لقد انتهت المهلة اليوم. فحمد خالد ربه وقال أخيرا كنت مستني اليوم ده بفارغ الصبر. فسأله يامن كم جمعت من 400 وحدة؟ فسكت خالد شوية بيفكر وكأنه بيحسب اللي جمعه بدقة. أعتقد إني جمعت حوالي 350 وحدة، وهضيف عليهم 50 وحدة من مخزوني. تقصد 100 وحدة؟ فرد خالد باندهاش. 100؟ نعم، هل نسيت أنك ستستأجر الحصان مرة أخرى؟ فضرب خالد راسه بإيده لأنه كان ناسي موضوع الحصان ده خالص. أنا كنت هشتري حصان أوفر لي، مش هتفرق 50 من 100، المهم إني أخد الكتاب. حسنا، سأوفر لك الحصان مجددا، وسأنتظرك حتى تعود. إنني أريد أن أرى أغلى كتاب بزيكولا، أعتقد أنها ستكون لحظة تاريخية لي. فضحك خالد وقال له وأتمنى أنها تكون تاريخية لي أنا كمان. في صباح اليوم التاني ركب خالد الحصان اللي يامن جابهوله، وكان نفس الحصان القوي اللي أجره المرة اللي فاتت لما راح المنطقة الشمالية، واتحرك ناحية المنطقة دي وعلى وشه ابتسامة أمل لأول مرة، وبيأمر حصانه إنه يسرع. هيا إلى الأمل، إلى خروجي من زيكولا. بيشق طريقه بقوة، وقميصه بيطير مع الهوا، وعضلات جسمه القوية بتبان، ودراعه القوي اللي ماسك لجام الحصان بإحكام، وخايف يتأخر عن الميعاد لحسن هلال المجنون يقطع صفحة واحدة من كتابه. وبيؤمر حصانه إنه يسرع أكتر، وبيعدي الوقت والشمس بتتحرك، وبيكمل طريقه من غير ما يستريح لحد ما وصل لأطراف المنطقة الشمالية مع غروب الشمس. فمشي بسرعة في شوارعها واللي كانت فاضية، ما فيهاش غير ناس قليلين بدأوا يخرجوا مع بداية الليل، وشوية من بنات الليل اللي خرجوا في شوارع المنطقة دي. وكمل طريقه ناحية بيت هلال أخوه صاحب الكتاب. وصل خالد بيت أخوه، فنزل بسرعة وربط الحصان جنب الباب، وادى ولد قاعد جنب الباب وحدتين مقابل إنه يحمل الحصان لحد ما يرجع. بعدين خبط على الباب، ففتح هلال، ولما لقاه قدامه قال بضحك المجنون الذي يريد الكتاب. فسكت خالد ومردش. بعدين دخل معاه للبيت، فلقى راجلين باين عليهم القوة والشر باين في عينيهم، لحد ما قال هلال لقد جئت في موعدك تماما، إنني أريد الكتاب الآن. فابتسم هلال ابتسامة خبيثة وقال بالطبع يا عزيزي، لقد جئت إلي من السماء، إنني كنت أن أخشى أن أصبح يوم زيكولا، أما بعد ذلك الكتاب فلن أعمل عاما على الأقل، إنني اليوم أحترم أبي كثيرا. بعدين بص لخالد وكمل يبدو أنك على استعداد الآن لتعطيني 500 وحدة مقابل الكتاب. 500؟ نعم، أنا نسيت اتفاقنا، كان اتفاقنا 400 وحدة. فسكت هلال واتحرك خطوات وقال لواحد من الراجلين إنه يقول 400، وبص للتاني وقال إنني لا أتذكر ذلك. وبص لخالد وكمل ربما لم تفهم قصدي وقتها، ربما كنت أقصد أن تعطيني 400 وحدة إن أخذته قبل الشهرين، أما بعد تلك المدة فلا بد أن يزيد الثمن، لا أعلم سر هذا الغباء في زيكولا. خالد اتعصب جدا وكان لسه هيضربه،
بس مسك أعصابه لما شاف الرجلين دول وشاف الشر اللي في عينيهم، فقال بهدوء: لسه بقول إنك أخي. فضحك هلال وبص للرجلين: لقد أخبرتكم أنه مجنون. ولف لخالد وقال له: أعتقد أنك تملك الكثير، لن تصبح فقيرا إن أعطيتني 100 وحدة الإضافية. وراح دخل أوضة من الأوض ورجع والكتاب في إيديه وقال للرجلين: إن الوقت يمر وما زال صديقنا يفكر. حسنا، سأمزق آخر ورقة بالكتاب. وكان لسه هيقطعها فخالد مسك إيده وبص في عينيه بقوة: أنا موافق إن أشتري الكتاب مقابل 500 وحدة. فضحك هلال وقال: حسنا، وأنا أعطيك الكتاب. فشده خالد بغضب وحضنه بإيديه وقال كأنه بيكلم الكتاب: المهم إن الكتاب معايا، الوحدات اللي فقدتها أقدر أعوضها قبل يوم زيكولا إن شاء الله. لسه 3 شهور على يوم زيكولا لو كان المولود ولد. لو عملت زي الفترة اللي فاتت أقدر أوفر لي حوالي 500 وحدة واستعيد كل مخزوني وأكتر. بعدين بص لهلال اللي بدأ يشرب خمر مع الراجلين وقال: أتمنى إنك ما تكونش أخي فعلا، لأنك عار. فضحك هلال ببرود وقال له: هيا اخرج من هنا أيها المجنون قبل أن نأخذ منك الكتاب مجددا. وقتها اقتلوني الأول. بعدين خد كتابه وخرج وقفل الباب وراه جامد، وركب حصانه ومشي بسرعة عشان يسيب المكان، وبيتناسى اللي دفعه من وحدات إضافية، وبقى همه الوحيد إنه يقرأ اللي في الكتاب، لحد ما وصل لمكان ما فيهوش ناس كتير من أهل المنطقة دي، وقعد جنب عمود عليه نار مشتعلة، وطلع كتابه بسرعة وبدأ يبص فيه ويقلب في صفحاته بلهفة ويقرأ الصفحات بعينيه بسرعة. بيبص لصفحاته الصفرة واللي مكتوب فيها بخط الإيد وكأنه أمل استناه لسنين. لقى خالد صاحب الكتاب بيقول في بدايته إنه كتب الكتاب ده في القرن ال18، وإن النسخة دي هي النسخة التانية منه بعد ما ضاعت نسخته الأولى من غير ما تكمل. فافتكر خالد ال10 صفحات المتبهدلة اللي من الكتاب واللي كانت بتتكلم عن سرداب فوريك، وقراها قبل ما ينزل لزيكولا لما اداهاله صاحب جده مجنون السرداب. بعدين قلب خالد صفحات الكتاب بسرعة فلاقى ال10 صفحات دول فعداهم لحد ما وصل للصفحة اللي انتهت بإنه اكتشف الأهم من كنوز فوريك، وكانت زي ما خالد توقع إنه هيتكلم عن اكتشافه الأرض زيكولا. بعدين قلب كام صفحة فلقاه بيتكلم عن أهل زيكولا وعن تعاملاتهم بوحدات الذكاء ويوم زيكولا وذبح أفقر واحد كل سنة، واللي أثر على طباع أهل زيكولا. فقلب الصفحات دي بسرعة وكان كل ما يقرأ حاجة هو عارفها يعديها، ما كانش عاوز يضيع ثانية واحدة، لحد ما لقى صفحة مكتوب فيها: لقد أفنيت عمري أبحث عن سر تلك الأرض، ولكنني لم أجده حتى لحظة كتابة كتابي هذا، ولكنني أعلم تماما أنني لست المصري الوحيد الذي أتى إلى تلك الأرض. لقد عثرت صدفة على بعض المخطوطات والتي أخبرتني بعضا من الحقائق التي وضعتها نصب عيني. فاندهش خالد وكمل قراءة: لقد ذكرت المخطوطات البالية أن الكثيرين قد أتوا إلى تلك الأرض بعد بناء سرداب فوريك، فبعدما شيد ذلك السرداب ببراعة معمارية لم يكن لها مثيل، أعجب به فوريك كثيرا ذلك الثري، ووضع به كل ما يملك من كنوز وثروة لم يكن لها مثيل في ذلك العصر، حتى طمع الكثيرون بها فاتجهوا إلى السرداب كي يسرقونها. وحين علم فوريك بذلك أمر حراسه بأن يغلقوا أبوابه، فظلوا بداخله دون أن يجدوا مخرجا حتى مات بعضهم، وظل الباقون يبحثون عن مخرج حتى وجدوا ذلك المخرج إلى تلك الصحراء، ولم تكن بها سوى تلك المدينة سورها القوي الذي لم يكن قد اكتمل وقتها، فاستقروا بها وظنوا أن تعاملهم بوحدات الذكاء ما هو إلا عقابا لهم على نزولهم السرداب ومحاولتهم سرقة كنوز فوريك. وبعدها كثر عددهم وعاشوا مع سكان زيكولا الأصليين وتكاثروا بينهم. وتقول المخطوطات أنهم لم يتذكروا شيئا عن حياتهم السابقة سوى تقويمهم الذي كتبوه على سور زيكولا منذ دخولهم إليها، ولغتهم العربية والتي بدأوا يعلمونها سكان زيكولا، حتى أنهم نسوا دينهم. وأصبح الكثيرون منهم من كسالى زيكولا الذين اتجهوا للمنطقة الشمالية في ذلك الوقت قبل قرون، حيث يكسبون ثروتهم دون أن يعملوا بجد. وكمل خالد تقليبه في الصفحات بسرعة وكأنه مش همه كل اللي قرأه، هو بيدور على هدف واحد بس، وبدأ يقلب
لحد ما وصل للصفحة اللي قراها من شهرين ومكتوب في نصها: الطريق إلى سرداب فوريك. فبدأ يقراها بلهفة لحد ما لقى الكاتب بيقول: إنني جئت إلى زيكولا مرتين وأعلم جيدا الطريق إلى ذلك السرداب، ولكنني أحببت العيش هنا ولن أغادر حتى أموت. وقرأ خالد السطور بسرعة لحد ما وصل لسطر بيقول: حين سرت بسرداب فوريك لأول مرة بدأ بالانهيار، وأسرعت هربا خوفا من ذلك الانهيار. لم يدر بخلدي وقتها أنه يدفعني إلى طريق يريده السرداب. فافتكر خالد نفسه لما كان في السرداب وحصل انهيار، وكمل قراءة: ولكنني تذكرت بأن هناك طريقا آخر قد أبعدني عنه انهيار السرداب، وأدركت أنه طريق العودة مجددا بعدما انهار طريق مجيئي واختفى بالصحراء. فدق قلب خالد جامد وكمل: إن جاء أحد بعدي ولم يقرأ كتابي سيظن أنه لابد أن يخرج من زيكولا كي يعود إلى مصر مجددا، وهذا الغباء ذاته. من يأتي إلى تلك الأرض ويريد أن يعود إلى دياره وأن يصل إلى سرداب فوريك مجددا لابد أن يدخل زيكولا ويكون كالشمس وينحت في الصخر، فيجد باب السرداب الآخر أمام الرأس مباشرة. وخلصت الصفحة ومعاها خلص الكتاب. فرجع خالد قرأها مرة تانية لأنه مفهمش حاجة: من يريد أن يصل إلى سرداب فوريك لابد أن يدخل زيكولا ويكون كالشمس وينحت في الصخر، سيجد باب السرداب الآخر أمام الرأس مباشرة. بعدين سأل نفسه: شمس إيه وراس إيه؟ ويقصد إيه بالنحت في الصخر؟ راس إيه؟ وقلب في صفحات الكتاب تاني وسأل نفسه وسأل الكتاب: أي شمس وأي رأس؟ وقام واتحرك بسرعة ودخل مكان فيه كتير من أهالي المنطقة الشمالية بيشربوا خمر وبيرقصوا. فزعق لواحد فيهم وشاور له على الصفحة اللي في الكتاب وقال له: هل تفهم ذلك؟ كيف أنحت في الصخر أمام الرأس؟ فضحك الراجل وقال له: هل أنت مجنون؟ وبكده يكون الفصل بتاعنا النهاردة خلص. أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا، وعاوزاكوا بقى دلوقتي تكتبولي في الكومنتات تفتكروا بعد ما خالد لقى الكتاب يا ترى هيعرف يحل اللغز بعد ما خسر 500 من الوحدات بتاعته مرة واحدة ولا مش هيعرف يحله. ودلوقتي بقى ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبس كده، أشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.